تبدأ قصة الفيلم في بيت عيلة كايل وبنشوف مراته وبنعرف إن اسمها توري، وساعتها كانت توري بتبص من شباك الأوضة ومركزة جدا. فهنا كايل استغرب وسألها عن سبب وقوفها قدام الشباك، وتوري وقتها كان عندها إحساس إن في حاجة هتحصل. وفجأة توري وكايل حسوا بزلزال عنيف هز المنطقة كلها وكمان أثر على بيتهم، واتقطع النور بسببه من البيت. وأول لما الزلزال خلص بدأوا يبصوا من الشباك تاني عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط، وهنا اتفاجئوا بشيء غريب قصادهم لونه أحمر وكان بيطلع دخان، وكانوا مستغربين جدا من اللي شافوه. واتضح إنها مركبة فضائية ولقوا فيها طفل رضيع. فقررت عيلة كايل انهم يتبنوا الطفل ده، وبعد فترة زمنية بيكبر الطفل وبنعرف انهم سموه براندون. وكانت توري وقتها بتدور على ابنها عشان يروح المدرسة، واول لما توري ما لقيتهوش في البيت طلعت بره جنينة بيتهم وبدأت تدور عليه، بس برضه ما كانتش لاقياه. فقررت ان هي تنده عليه، وهنا براندون كان بيعمل صوت عشان يلفت انتباهها. واول لما دخلت الجراج طلع عليها براندون وخضها، وكانت امه بتقول لي ان هو كبر على حركات العيال دي. ولما خرجوا لقوا كايل مستنيهم، وبدأ يقول لبراندون ان ما ينفعش ان هو يدخل الجراج عشان فيه جواه ادوات ومسامير ممكن تاذيه. وبنعرف هنا ان براندون كانوا امه وابوه مدلعينه على الاخر، وده لانهم ما كانوش بيخلفوا قبل ما يتبنوه. وبعد شويه وقت براندون بيروح المدرسه، وكان قاعد ساعتها في الفصل، ووقتها كانوا كلهم بيتفرجوا على فيلم وثائقي بيتكلم عن دوره حياه النحل. بس هنا براندون كان مشغول وبيرسم حاجات غريبه في الكراسه بتاعته. وفي الوقت ده كانت المدرسه سالت الطلاب عن الفرق بين الدبابير والنحل، وساعتها ما كانش في حد عارف الاجابه لان اصلا ما كانش في حد مركز معاها. لكن بنشوف براندون كان سامعها ومركز معاها، وقال لها عن الإجابة، وكمان اتعمق في إجابته واتكلم أكتر في موضوع الدبابير وقد إيه إن هم مفترسين. وكان وقتها براندون معجب بقدراتهم، وده خلى الطلاب اللي معاه يبصوا ليه بنظرات خوف وقلق. في اللحظة دي كان في طالب معاهم مليان شوية حب يتريق عليه، وقال لي إن براندون عارف المعلومات دي كلها لأنه حشرة زيهم. وهنا الطلاب كلهم وقعوا على نفسهم من الضحك وتريقة على براندون، وبالرغم من إن الكل كان بيتنمر عليه، بس وقتها كان في بنت قاعدة قدامه وبدأت تدافع عنه واتأسفت ليه عن اللي حصل. وفي نفس اليوم بنشوف توري وهي بتروح لأوضة ابنها عشان تطمن عليه، ولقيته ان هو نام على طول. بعد كده نزلت من عنده وشغلت شوية موسيقى، وبدأت كمان ترسم شوية لوح. وفي وقت توري وهي بترسم سمعت أصوات غريبة جاية من ناحية الشباك، وأول لما بصت اكتشفت ان في ضوء أحمر قوي. وساعتها الكهرباء بتاعت بيتهم حصل فيها مشكلة وكانت بتيجي وبتفصل، وكان برضه في تشويش للموسيقى اللي كانت مشغلاها. وهنا براندون ساعتها كان نايم، وفجأة بتيجي ليه تشنجات قوية وكأن جسمه استقبل شحنة كهربية من الضوء الأحمر اللي كان مسيطر على المكان. بعد كده براندون صحي من نومه وفتح الشباك ونط منه، وفي اللحظه دي كانت توري سامعه وقوع ابنها من البيت، وطلعت وقتها بسرعه وفضلت تدور عن مصدر الصوت. لكن وقتها ما لقتش اي حاجه حوالين البيت، وبدات كمان تمشي في جنينه بيتها عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ونادت على براندون وراحت تاني ناحيه الجراج على اساس ان هو ممكن يكون مستخبي جواه. لكن كان الجراج بالليل شكله مرعب ويخوف، وفي الاخر نجحت انها تلاقيه، بس لاحظت ان هو قاعد على الارض وبيحاول يفتح باب السرداب. واول لما شاف امه صرخ واتخضوا من بعض هما الاتنين. بعد كده امه خدته في حضنها وهدته، وافترضت ان هو ممكن يكون بيمشي وهو نايم. والام كانت مركزه على السرداب وكأن كان في حاجه غريبه عارفاها ومخبياها. بعد كده خدت توري براندون وودته اوضته واطمنت عليه لغايه لما نام. في الوقت ده كان جاي صوت غريب من ناحيه الجراج، وكان في ضوء احمر طالع من السرداب. وهنا كان كايل راجع من الشغل وسأل توري عن اخبارها هي وبراندون، بس هي خبت عليه وقالت ان براندون بتيجي ليه حاله وتخليه يمشي وهو نايم. فسألها عن المكان اللي راح ليه وهو نايم، فردت عليه ان هو كان بيمشي في الشقه مش اكتر. لكن كان في حاجه من ناحيه كايل وتوري عارفينها ومخبيينها على بعض. وفي اليوم التاني بنشوف براندون بيساعد ابوه وكانوا بيصلحوا باب مع بعض. واول لما خلصوا ادى لابنه شوكولاته، وبداوا يفتكروا ايام زمان لما كان صغير. وقال لي ان هو لما كان بيعيط كان دايما بيديله الشوكولاته دي، ولما بياكلها بيسكت على طول. بعد كده طلب منه كايل ان هو يروح ويقص شويه من الزرع بتاع حديقه بيتهم. واول لما راح براندون وبيشغل الاله بتاعت قص الزرع اتفاجئ ان الموتور بتاعها فيه مشكله ومش عايز يشتغل. وحاول براندون كتير انه يشغلها لكن في الاخر معرفش. وهنا اتضايق واتعصب وشالها وحدفها بعيد عن البيت. وهنا براندون اتصدم واستغرب ازاي قدر ان هو يعمل كده. واول لما راح عشان يشوفها لقاها اشتغلت مره تاني. لكن براندون بدل ما يقص بيها الزرع قرر فجاه انه دخل ايده في الشفرات بتاعتها. وكانت المفاجاه ان بدل ما ايده تتعور بنتفاجئ ان المكنه والشفرات بتاعتها هي اللي اتكسرت. وبراندون ساعتها ما حصلش ليه اي حاجه. بعد كده بنشوف براندون وامه وهما بيلعبوا لعبه في محل، وقدر ان هو يكسب من اللعبه جوائز كتير. وكانت امه في الوقت ده مبهوره بيه جدا. وهنا كانت العيله كلها متجمعه معاهم، وبنشوف ميرلي اللي هي اخت توري وجوزها نوح، وكانوا وقتها متجمعين مع بعض عشان يحتفلوا بعيد ميلاد براندون. وبنشوف الجرسونه نزلت لبراندون الكيك وشويه شوكولاتات، لكن هو قال لها انه كبر خلاص على الحاجات دي. بعد كده نفخ في الكيكه بتاعته واحتفلوا بعيد ميلاده، وفضلوا يتكلموا ابوه وامه عنه وقد ايه ان هم مبسوطين منه جدا خصوصا الفتره الاخيره، وده بسبب نتائجه الممتازه في المدرسه وان هو فجاه بقى ذكي جدا. وبنشوف هنا نوح بيطلع هديه براندون اللي جابها له، وكانت عباره عن بندقيه حقيقيه
حقيقيه. وهنا كايل ابوه استغرب من الهديه وقال لنوح انها مش مناسبه لسنه، فخد منه الهديه وخلاها على جنب. بس براندون اتضايق وقعد يكلم ابوه وقال ليه انه كبر ومبقاش صغير، وهو عمل كل ده عشان يرجع ليه البندقيه. وكان واضح على براندون انه منفعل ومتعصب جدا، لدرجه ان الناس اللي في المطعم كلهم لاحظوا تصرفه. وهنا ابوه وامه قالوا للضيوف ان دي المره الاولى بيشوفوا براندون بيتكلم بالطريقه دي، لان هو طبيعته هاديه ومحترمه. بعد كده ابوه اتعصب وخد براندون وقرر هو وتوري انهم يمشوا من المكان. لكن ساعتها الناس اللي في المطعم كانوا بيتفرجوا عليهم، واول لما روحوا البيت كان كايل وتوري بيتكلموا عن تصرف براندون ابنهم في المطعم، وكانوا مستغربين لان عمره ما كان قليل الذوق بالطريقه دي. وبدات توري تحكي ليه ان ابوها وامها كانوا بيعاملوها بشكل قاسي، وهي ما كانتش عايزه تستخدم الطريقه دي في التربيه مع براندون. وفي اليوم التاني قرروا ان هم ياخدوا كام يوم يخيموا فيه، وكانوا ساعتها بيفطروا قبل ما يتحركوا. ولاحظ كايل ان ابنه سرحان وهو بياكل، واكتشف ان براندون بيعض الشوكه بتاعته لغايه لما قطمها كلها. بعد كده راح كايل لتوري، وقتها هي كانت في اوضه براندون وبتروقها، وهو راح لها عشان يحكي ليها اللي شافه. لكن اتفاجئوا ان في اوضه ابنهم صور غريبه، وكانوا فاكرين انها صور عاديه عشان يذاكر منها، لكن الصور كان شكلها صعب جدا لدرجه مخيفه. وكانوا ساعتها مصدومين من اللي شافوه، بس هم فسروا ده ان ممكن براندون ابنهم حابب يطلع دكتور لما يخلص دراسته. بعد كده اتحركت العيله عشان يخيموا، وكايل ساعتها خد البندقيه عشان يصطاد بيها. وهنا بدا كايل يكلم براندون عن الصور اللي شافها في اوضته، وقال لي انه ما ينفعش يشوف الحاجات دي في سنه الصغير ده، وانه لو حتى عايز لما يكبر ويطلع دكتور ما ينفعش يخلي الصور دي في اوضته. وكان ساعتها براندون بيسمع ابوه وما كانش بيرد عليه خالص. وقال لي كايل ان ممكن في السن ده يتعلق ببنت ويحبها، وده طبيعي جدا. وبعد شويه وقت كان ابوه بينصحوا فيهم، رجعوا في اخر اليوم لتوري وناموا كلهم في الخيمه بتاعتهم. وبنشوف هنا توري اللي صحت وما لقتش براندون موجود معاهم في الخيمه، ولقت الخيمه بتاعتهم مفتوحه، وتوقعوا ساعتها ان براندون يكون خرج منها. بعد كده بنشوف البنت اللي كانت بتدافع عن براندون في الفصل، وبنعرف ان اسمها كاترين، وكانت ساعتها نايمه وصحت على صوت اغنيه شغاله على اللابتوب بتاعها. ووقتها خافت واستغربت جدا لانها كانت قافله اللابتوب. بعد كده قامت وراحت وقفلت اللابتوب، واول لما رجعت وراحت لسريرها اتفاجئت ان الاغنيه اشتغلت من تاني. وقتها كاترين خافت وقفلت اللابتوب تاني وحطت عليه شويه كتب. بعد كده لاحظت ان الشباك بتاعها مفتوح، ولما راحت عشان تقفله شافت براندون وهو واقف بعيد وبيبص لها. لكن وقتها مامتها دخلت عليها وكانت معصبه منها ومستغربه من الاغاني اللي كانت مشغلاها. وهنا كاترين قالت ليها ان الاغاني هي اللي اشتغلت لوحدها. ووقتها مامتها بدات تهديها وتطمنها، وحكت كمان كاترين لامها وقالت لها ان براندون كان موجود هنا قبل هي ما تدخل. وبنشوف بعد كده كايل وتوري وهم بيدوروا على براندون في الغابه، ومره واحده ظهر براندون ليهم وقال لهم انه كان متضايق شويه وحابب ان هو يغير جو وان هو كويس وما فيهوش اي حاجه. وبعد فتره رجع براندون تاني للمدرسه، وكان وقتها بيرسم حاجات غريبه. وفي اللحظه دي امه كلمت عمته، وبنعرف ان عمته في الاساس بتشتغل اخصائيه اجتماعيه في المدرسه. ولما توري بدات تحكي ليه عن الحاجات الغريبه اللي بتحصل لبراندون وان سلوكه بقى متغير، فقالت ليها ميدلي ان ده طبيعي جدا في السن ده، وان كل ما بيكبر سلوكه وشخصيته بيتطوروا مع بعض. بعد كده راحت توري عشان تاخد براندون ويروحوا، لكن لاحظت تاني مره ان براندون بيرسم شويه حاجات غريبه وبدا يخبيها بسرعه منها. واول لما الدنيا ليلت بنشوف كايل وهو بيصحى على صوت الفراخ، وكأن في حاجه مش طبيعيه ازعجتهم، وكان حاسس ان ممكن يكون في حيوان مفترس قريب منهم وبيحاول يهجم عليهم. واول لما راح هناك اتفاجئ ان براندون هو اللي عندهم، وخدوا على طول ورجعوا للبيت. بعد كده حاول كايل ينام مره تاني، لكن برضه صحي تاني على نفس الصوت بتاع الفراخ، بس المره دي لما راح لقاهم كلهم مقتولين. بعد كده نده على مراته وحكى ليها على كل اللي حصل. وهنا توري ما ادتش الموضوع اكبر من حجمه، وقالت ليه ان ممكن يكون ديب هو اللي هجم عليهم، بس هو اعترض على كلامها وقال لها ازاي الديب هيقدر يكسر القفل ويفتح الباب، والديب ليه اصلا كمان هيقتلهم من غير ما ياكلهم. وكايل في الوقت ده قال لها انه عنده شك ان براندون هو اللي عمل كده، بس توري ما اقتنعتش بكلام كايل خالص واستغربت كمان من كلامه. وفي اليوم التاني كان الاولاد اللي في المدرسه بيلعبوا مع بعض، وبراندون كان معاهم، وكانت اللعبه عباره عن دايره مقفوله وبيقف في نصها واحد منهم وباقي المجموعه تزقه. بس ساعتها كاترين كانت قرفانه من براندون، واول لما جه ناحيتها سابته وقع على الارض، وكان الاولاد كلهم بيضحكوا وبيتريقوا عليه. بعد كده المدرس بيجي وزعق لكاترين وطلب منها انها تقومه. وهنا كاترين اشتكت منه للمدرس وقالت ليه انه هو شخص غريب ومش طبيعي، وقالت كمان انه كان بيراقبها من الشباك، وحكت اللي شافته. والكل ساعتها كانوا واقعين من الضحك على براندون، بس براندون قال لهم انها بتكذب وان ده ما حصلش. وهنا كان المدرس كان مصمم انها تقومه، وفعلا مدت ايديها ليه عشان يمسكها، واول لما براندون مسك ايديها ضغط عليها جامد وكسرها. بعد كده بنشوف ام كاترين وهي بتتخانق مع مدير المدرسه في وجود توري وكايل، وطلبت من اداره المدرسه انهم يفصلوا براندون، لكن المدير قال لها انه مش هيفصلوا وعقابا ليه هيغيب بس يومين. بس ام كاترين اتعصبت اكتر وقالت ان اكيد عمته هي اللي ورا كل ده، واكيد اتوسطت ليه ان هو يتفصل بس يومين. في اللحظه دي اتخانقت ام كاترين مع توري وسمعتها ربع وطلبت منها تربي ابنها كويس، لكن توري هنا اتحمقت لابنها وقالت لها ان ابني متربي ومحترم. بس كانت ام كاترين مصممه على رايها ان براندون ابنها مش طبيعي في تصرفاته. بعد كده كايل وتوري خدوا براندون ورجعوا على البيت، وكان وقتها كايل بيتكلم مع توري وبيقول لها انه مش طبيعي وانه بدا يستغرب تصرفاته
تصرفاته. وهنا توري بتعترف لكايل انها كدبت عليه وان هي شافت براندون وهو واقف عند مزرعه الفراخ قبل ما يموتوا، وقالت ليه كمان انها شافته وهو بيحاول يفتح القفل بتاع الجراج. وهنا كايل فكر توري ان اصلا براندون مش بشري زيهم وان هو مخلوق تاني بيشبه البشر، واثباتا لكلامه انهم لقوه في مركبه فضائيه وهو صغير. وبدا يلفت نظرها بشويه حاجات عن براندون، ان هو عمره ما حصل ليه اي حاجه طول حياته ولا عمره اتجرح في جسمه. واول لما الدنيا ليلت كان براندون ساعتها نايم في سريره، وكان بيتكلم وهو نايم وبيقول انه مسيطر. وفجاه صحي من النوم وبدا يمشي في اتجاه الضوء الاحمر اللي طالع من السرداب، وبعدها حاول انه يفتح القفل، لكن ساعتها مامته اول لما لاحظت الضوء الاحمر جريت بسرعه هناك، واتصدمت لما شافت براندون طاير فوق السرداب وكان ساعتها مفتوح. واول لما حاولت انها تقرب ليه وقع على طول جواه، وفي لحظتها بيختفي الضوء الاحمر من المكان تماما. وبسرعه توري نزلت ورا ابنها ولقيته وقتها متعور، وبنعرف هنا انه اتخبط في المركبه الفضائيه اللي كانت مستخبيه في السرداب. فقررت توري تعترف لبراندون وتقول له الحقيقه ان هم في الاساس ما كانوش بيخلفوا، ولما شافوه جوه المركبه الفضائيه قرروا ان هم يتبنوه. واعتذرت ليه انها خبت عليه طول الفتره الكبيره دي، وقالت ليه انهم بيحبوه وبيخافوا عليه. لكن براندون اتعصب وزعق لتوري وعاتبها انها ازاي خبت عليه طول السنين اللي فاتت، وراح بعد كده البيت وكان منفعل جدا وبدا يكسر في اي حاجه تقابله. وابوه وقتها خرج على صوت الحاجات اللي بتتكسر، فسال توري هو ايه اللي بيحصل بالظبط، فردت عليه وقالت له ان براندون شاف المركبه الفضائيه. وهنا براندون مشي بسرعه من البيت وهو غضبان، وساعتها راح لكاترين عشان يتاسف ليها على اللي عمله، وكان جايب معاه ورد وبيحاول انه يطمنها ويهديها وانها ما تخافش منه. لكن كاترين قالت ليه ان مامتها منعتها انها تتكلم معاه تاني، وساعتها براندون خد على خاطره وزعل وساب الورد ومشي. بعد كده بنشوف مامة كاترين وبنعرف انها بتشتغل في مطعم، وكان ساعتها الشيفت بتاعها خلص وكانت بتحسب الفلوس عشان تقفل وتمشي. وفجاه براندون ظهر ليها وبدا انه يخوفها، وفجاه اتكسر ازاز المطعم ودخلت حتت من الازاز كمان جوه عينيها. ووقتها كان النظر عندها مشوش وما كانتش قادره تشوف كويس، وحاولت بسرعه انها تهرب من المكان وهي كانت خايفه جدا وما كانتش شايفه اي حاجه قصادها خالص، وكمان كانت بتتحرك بصعوبه. فاستخبت جوه ثلاجه المطعم، لكن فجاه براندون ظهر وكان لابس ماسك غريب وطلع ليزر من عينه وفتح باب الثلاجه وهجم عليها بسرعه وقتلها. وفي اليوم التاني بنشوف براندون بيتصرف عادي وكأن مفيش اي حاجه حصلت، وكان بيفطر مع عيلته بشكل طبيعي. ووقتها بتوصل الشرطه لمكان الحادثه اللي حصلت، بس كان في حاجه غريبه انهم ما لقوش جثه ام كاترين، لكن كانت الادله كلها بتقول انها اتقتلت. وبنشوف بعد كده براندون وهو قاعد مع عمته، وكانت وقتها بتعاتبه على اللي حصل مع كاترين، لكن هو رد عليها بكل برود وقال لها انه مش زعلان على اللي حصل. وهنا حذرته عمته انها تبلغ اداره المدرسه وانها مش هتتهاون معاه بعد كده بحكم ان هو واحد من قرايبها. فرد عليها بكل برود وقال لها اللي عندك اعمليه. بعد كده بنروح لكايل، وكان ساعتها بيلعب بلياردو مع اصحابه، وكان نحجز اخته وقتها معاهم. ومن ناحيه تانيه بنشوف عمه براندون في البيت، وحست وقتها ان في حاجه مش طبيعيه في الكهرباء، وكانت حاسه برضو ان في شيء غريب بره البيت. واول لما فتحت الباب اتفاجئت ببراندون قصادها وقال ليها بلاش تكبر الموضوع وان ده في مصلحتها، بس هي رفضت كلامه وقالت ليه انه لو ما اعتذرش لكاترين هتبلغ برضو المدير. وفي اخر كلامها معاه طلبت منه يروح لبيته وقفلت الباب في وشه. وبعد شويه وقت بعتت رساله لنوح عشان تطمن عليه وراحت اوضتها عشان تنام. لكن فجاه بيظهر براندون وهو لابس القناع بتاعه وكان بيقرب منها، وهنا سمع صوت نوح جوزها، وكان وقتها وصل البيت وخارج من الحمام. واتصدم نوح لما شاف براندون قصاده ومسكه ساعتها وزعق ليه وقال له انه هيرجعه بيته مره تانية، وهيشتكي كمان لكايل وتوري على التصرفات اللي هو بيعملها. لكن فجاه براندون ضربه بقوه وخبطه على باب الجراج، وبسرعه نوح وقتها ركب عربيته وهرب من المكان. بس فجاه العربيه اتعطلت في الطريق، وكان نور العربيه وقتها بيولع ويطفي، وكل مره النور ينور كان نوح بيشوف براندون بيقرب منه اكتر. وفجاه اختفى براندون من قصاده، ونوح وقتها كان مرعوب من اللي بيحصل، وكان بيتكلم مع براندون على امل انه سمعه، وقال لي ان هو مش هيقول لاي حد على اللي حصل ما بينهم. بس فجاه براندون ظهر ورفع العربيه لفوق ورماها مره واحده على الارض، وكان وقتها وش نوح اتكسر وخلاص كان بيودع. وساعتها براندون كان واقف وبيتفرج عليه لغايه لما للاسف بيموت نوح. بعد كده بنشوف كايل وتوري كانوا قلقانين جدا من اللي بيحصل، وهنا براندون كان راجع للبيت وما كانش لابس التيشيرت بتاعه، ولما سالوه اهله قال لهم ان اصحابه كانوا بيضايقوه وقطعوا التيشيرت بتاعه وكمان خدوا فلوسه، وفي الاخر قال لهم انه تعبان وعايز ينام. لكن كان كايل وقتها شاكك ان في حاجه مش طبيعيه وان براندون بيكذب عليهم، وانهم كانوا غلطانين من الاول لما اتبنوه، وان كان لازم يتخلصوا منه من بدري قبل ما يتحول لشخص خطير. وفي نص الليل بيحلم كايل بكابوس مخيف، واول لما صحي عرف ان نوح قريبهم مات، فراح هو وطور الميدلي عشان يعزوها. وهنا بدات ميدلي تسالهم عن براندون، وقالت لهم ان براندون كان عندها امبارح. ولما رجعوا البيت سالوا براندون عن سبب زيارته لعمته، فرد عليهم انه راح لها عشان يتكلم معاها في موضوع كاترين. ولما ابوه اتهمه بقتل نوح جوز عمته اتعصب براندون جدا وزقه في الحيطه لدرجه انه كان هيمد ايده على كايل، بس هنا توري سلكت ما بينهم وفي الاخر راح براندون لاوضته. بعد كده كايل لقى التيشيرت بتاع براندون ولاحظ ان عليه دم نوح، وكان وقتها براندون بياخد شاور، واول لما طلع من الحمام لقى ابوه قصاده، فساله براندون عن سبب وجوده في الاوضه بتاعته. وهنا كايل كانت اعصابه بارده جدا وقال لبراندون انه اسف لو اتعصب عليه شويه، ونزل بعد كده وراح لتوري وقال لها عن حقيقه براندون ان هو اللي قتل نوح، بس هي ما صدقتش الكلام ده. وفي نفس الوقت كان الضابط بيربط بين جريمه ام كاترين
ونوح، وساعتها كان في علامه بتربط الجريمتين ببعض، والعلامه دي كان براندون بيرسمها بنفسه. وفي اليوم التاني بنشوف كايل واخد براندون في رحله عشان يصطاده، بس هي في الحقيقه ما كانتش رحله صيد، لان كان وقتها كايل ناوي يقتل براندون. واول لما براندون انشغل شويه وكان مدي ظهره لكايل، ومره واحده ضرب براندون بالبندقيه اللي معاه، بس المفاجاه ان ما كانش فيه اي تاثير على براندون. وساعتها براندون اتعصب جدا وزعل ان كايل غدر بيه، وهنا اتمكن منه براندون وقتله بالليزر اللي في عينه. بعد كده توري بتكتشف حقيقه براندون من خلال الرسومات بتاعته، لكن خلاص كان عدى الوقت. وفي لحظتها بيتصل براندون عليها من موبايل كايل، وقال لتوري انه هيخلص عليها زي كايل. وفجاه البيت بيتهز جامد، وكانت توري بتجري في كل مكان، وحاولت انها تستخبى واتصلت على طول بالشرطه. واول لما الشرطه وصلت حاولت انها تهرب، لكن فجاه براندون قتل الشرطي اللي كان واقف قدامها. فقررت توري تهرب من الشباك، وكانت فاكره ان المركبه الفضائيه نقطه ضعف براندون لانه كان اتعور فيها قبل كده. فقررت انها تروح للسرداب، ولقت هناك جثه ام كاترين. وهنا خدت حته حديده من المركبه الفضائيه وبدات تنده على براندون. واول لما ظهر قصادها قالت ليه انها بتحبه، وان مهما حصل منه هو هيفضل ابنها اللي بتحبه. وعلى طول براندون بيهدى، وهنا خدته توري في حضنها. لكن اكتشف براندون ان توري عملت كده عشان تتمكن منه وتقتله. وحاولت توري انها تخلص عليه، لكن براندون قدر يمسك الحديده ورماها من ايديها. واتعصب وقتها لما توري غطرت بيه، فخدها وطار بيها للسماء ورماها من فوق. وبعد شويه وقت بيشوف طياره، فقرر ان هو يخلص على كل اللي فيها. ومن وقتها وسائل الاعلام بيتكلموا عن الكوارث اللي بيعملها. وهنا كان في شخص مؤثر في السوشيال ميديا بيحذر العالم وبيقول ان في كائن فضائي هيخلص على العالم كله ويحتل الارض. وكده يخلص فيلمنا النهارده.